بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة رئيس الشؤون الدينية التركية أخي الأستاذ الدكتور علي الباش، فضيلة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أستاذنا الجليل علي محي الدين قرداغي، فضيلة أستاذ الجليل أسامة البشير أمين العام لأمناء الأقصى والنائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفضيلة أستاذ مروان أبو راس رئيس لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها العلماء الأجلاء، عالمات الكريمات، عنوان كلمتي اليوم صرخة من مآذن إسطنبول. عنوان المؤتمر نداء من مآذن غزة، ولكن عنوان كلمتي صرخة من مآذن إسطنبول. Şunu iptal eder misiniz? Şunu tamamen iptal edin. أعلم أن ما سأقوله اليوم ليس كلمة افتتاحية ولا خطبة لطيفة، إلا أنني سأقول ما في قلبي، فقد جف فمي عن الكلام، فقد جف فمي عن الكلام. ولم تعد لي طاقة على المجاملة، ودماء إخوتنا تسال كل دقيقة وكل ثانية من كل يوم، إنما هي صرخة متألمة أطلقها من مآذن إسطنبول، وصيحة نذير من محاريبها. في الحقيقة أستحيي، أنا أستحيي. لم أكن أريد الكلام اليوم لأنني ببساطة أستحيي من ذلك. فكيف أتكلم في عالم مثل عالمنا اليوم الذي أسكتت أفعال الطغاة والجبابرة كل الأفواه، وتجاوزت كل متصور وكل متخيل؟ كيف أتكلم أيها الإخوة، أيها الأحبة؟ كيف أتكلم في عالم يذبح فيه الأطفال الرضع؟ كيف أتكلم ويحرق فيه الشيوخ على كراسيهم أمام أعيننا، وتطير فيه الجثث في السماء من شدة القصف والتدمير، وتستمر فيه المذبحة 18 شهرا دون حسيب أو رقيب، ونحن نرى ونسمع، والعالم كله يرى ويسمع دون أن يأتي بأي حركة أو يجيب أي صرخة، بل يجلس شاهداً على ما يفعل بالمؤمنين في الأخدود كل يوم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الحمد. الله أكبر ولله الحمد. وما نقموا منهم
إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أيها العلماء الأجلاء، عالمات الكريمات، وأنا أيضا أستحي أن أخاطب عالم الإسلام أو أمة الإسلامية، حتى أستحي أن أستخدم كلمة العالم الإسلامي أو أمة الإسلامية، لأن غزة كشفت أنه حقيقة لا يوجد عالم إسلامي موحد. أهل غزة كشفت بأنه لا يوجد أمة إسلامية واحدة، بل هي شتات ضعيف لا يأبه إلا لمصالحه الدنيوية العاجلة الحقيرة الضيقة. وأستحي أيضا أن أعد نفسي شخصيا بين العلماء، لا لشيء إلا لأن العلماء إلا من رحم ربي يقفون بين جموع العاجزين، ويا ليتهم كذلك فقط، ويا ليتهم كذلك فقط. بل إن البعض دخل في حروب الفتوى محبا لها، فأحدهم يعلن أن مجاهدي غزة منحرفون، غير مستحيي من دماء أهل غزة التي يراق، وهو يتكلم ثم يعتذر اعتذارا أقبح من ذنبه، ثم يعتذر اعتذارا أقبح من ذنبه. وأحدهم الآخر تشتريه الملوك والرؤساء بأبخس الأثمان، ويبيعه الأمراء والوزراء بأحقر الأسعار وبدراهم معدودة، ثم يخرج ليعلن للعالم أن أهل غزة تم بيعهم لمجرد أنهم دافعوا عن حقهم في الوجود. ظهر آخر يدعي بأن المجاهدين كان عليهم استشارة العلماء، كما تفضل شيخنا، عليهم استشارة العلماء والحكومات قبل الدفاع عن أنفسهم، ملبسا الزور ملابس النور، اختلط الزور بالنور، ومسميا العقود الباطلة المقامة على أصول فاسدة من قتل واغتصاب وتشريد وبيع للمقدسات والنواميس، مسميا إياها بالمواثيق التي يجب احترامها، ويأتي بذلك بالآيات والأحاديث محرفا الكلمة عن مواضعه وقاطعا لأعناق النصوص. وآخر يطل علينا من أقدس بيوت الله ليعلن أن الخوض في أمر غزة فتنة، وأن على المسلمين عدم الحديث عنها وترك أمرها لولاة الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأنكى من ذلك والأشبع منه أن الكثير المؤسسات العلمية والعلمائية حول العالم الإسلامي صارت حول عالم الإسلام بعضهم تحدد حدود الله بحدود سايكس بيكو، يحولون حدود الله بحدود سايكس بيكو، وكأن تلك الخطوط التي رسمت على الخرائط قبل 100 عام بقلم رصاص المحتلين هي أصل من أصول الدين والفقه والشريعة، وتخصص العام وتقيد المطلق وتحل الحرام وتحرم الحلال،
بل تقلب الواجب حراما. فمنذ متى أيها الأساتذة الكرام، فمنذ متى تحد القيم الإسلامية وحدود الله بالحدود المصطنعة؟ منذ متى؟ في أي كتاب فقه، في أي مآخذ إسلامية يوجد هذا؟ ومنذ متى يمنعنا خط في الرمال من حماية إخواننا وأخواتنا المسلمين في كل مكان؟ منذ متى؟ ومنذ متى أصبحت المصلحة الوطنية المتوهمة مقدمة على مصلحة الأمة اليقينية؟ شعوبنا تلقي اللوم على حكوماتهم ودولهم، والحكومات والدول تلقي اللوم على دول أخرى، والدول الأخرى تلقي اللوم على الهيئات الدولية التي أثبتت إخواننا في غزة أنها لا معنى لها. وامرأة مكلومة بجانب ابنها الجريح تخاطب حاكما تقول له: أرجوكم أوقفوا الحرب في غزة، أرجوكم أوقفوا الحرب في غزة. فيقول لها: قولي للرئيس الأجنبي الذي بجانبي، قولي للرئيس الأجنبي أصحاب المحتلين عالم الإسلام في كل مكان، اسألي عنه، وكأنه لا علاقة له بما يحصل. وهكذا في دورة من التلاوم الذي لا يصنع شيئا ولا يرد عن أهلنا قصفا ولا يدخل لهم طعاما ولا شرابا ولا يساعدهم بدواء. اسطوانات مشروخة لا نتيجة لها. مآذن غزة تصرخ ألما وقهرا، مآذن غزة تصرخ ألما وقهرا، ونحن في مدننا نترامى بالتهم والشتائم ونوزع اللوم على الكل إلا علينا، فقد أقنعنا أنفسنا بأننا قد فعلنا ما علينا بالمؤتمرات واللقاءات والخطب والبيانات والمظاهرات، مع أننا والله وبالله وتالله لم نفعل شيئا. أخيرا وليس آخرا، أرسل هنا رسالة خاصة لبلدي تركيا العزيزة، ورئيسا حكومة ومؤسسات وشعبا، فأقول: إنكم أصحاب إرث كبير، إنكم أصحاب إرث كبير، فقد سقطت راية الدولة الإسلامية من يدكم أنتم ولم ترفع من وقتها، واحتل المسجد الأقصى تحت أعينكم وسلطتكم، وتفرقت فلسطين تحت دولتكم. فمسؤوليتكم الإنسانية والسياسية والعسكرية ليست كمسؤولية باقي الدول، لا كمسؤولية الأردن ولا مصر ولا لبنان ولا سوريا ولا أي بلد. فما يحدث في فلسطين اليوم هو نتيجة لهزيمتكم قبل 100 عام. وإن كانت بعض الدول تتنصل من مسؤوليتها تجاه فلسطين، والله فليس في يدكم أن تفعلوا هذا أبدا. نعم، نحن نقر ونحن كلنا شهداء بأنكم ما قصرتم في دفاع القضية، لا سيما فخامة الرئيس تحول إلى المتحدث باسم القضية في منابر العالم. ما قصرتم في الدفاع.
لقد تكلمتم بكلمات قوية وخطبتم خطبا رنانا، إلا أن زمن الخطب والكلمات انتهى، واليوم يوم العمل. اليوم يوم العمل الذي يليق بأهل ميراث مثل ميراثكم. أيها الإخوة الكرام، فلنجهز جوابنا أمام ربنا يوم القيامة، إذ يسألنا وسيسألنا يقينا ماذا كنتم تفعلون وإخوتكم يذبحون على أعينكم؟ كنتم مشغولين بالخلاف حول فلان وفلان. هل كنتم قلقين على سعر الدولار؟ هل كنتم قلقين على سعر الدولار؟ هل كنتم تخافون أن لا تذهبوا للعمرة هذا الصيف؟ هل كنتم قلقين بشأن الجمارك الأمريكية؟ هل كنتم تفكرون في نزول مستوى معيشتكم؟ هل كنتم قلقين من ارتفاع أسعار العقارات والأطفال يذبحون؟ هل كنتم تخافون من تهجير إخوتكم إليكم خوفاً من انهيار اقتصادكم؟ أين كنتم يا أمة المليارين؟ أين كنتم يا أمة المليارين؟ أسأل الله أن ينقذ الإنسانية من هذا الظلم العظيم، وأن ينقذ الأمة الإسلامية من هذا الذل والخذلان، وأن ينقذ إخوتنا في غزة من هذه المذبحة المستمرة، وأن يثبت أقدامهم ويقويهم وينصرهم على القوم الظالمين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.